السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم معايا صديقتي إن شاء الله دائما في تم الصحة والعافية. اليوم إن شاء الله بنشارك معكم عصير أكثر من رائع. فالعصير ديال اليوم عصير لذيذ، كنتمنى أنكم تجربوه إن شاء الله، غادي يعجبكم. واحد المزيج ديال النكهات اللي كيعطي في الأخير واحد المذاق اللي أكثر من رائع. أول حاجة غادي ناخذ واحد الخيارة، غادي نقشرها ومن بعد غادي نقطعها القطع على هذا الشكل هذا كما كتلاحظوا معايا. الا كانت فيها الزريعه كبيره فيستحسن اننا نحيدو ديك الزريعه. انا غادي ناخذ جوج ديال الليمونات اللي غادي نقشرهم بالدور ديالهم وغادي نقطعهم ونحاول انني نحيد لهم اي عظم كيكون فيهم باش ما يفسدش لينا العصير ديالنا ويخلي فيه ديك المروريه. من بعد غادي ناخذ واحد التفاحه، غادي نقيها بالدور ديالها وغادي نقطعها المربعات، وغادي نحتاجو ايضا لواحد 3 المعالق كبار ديال الكوك، ويكون الكوك من النوعيه الممتازه باش كيعطينا واحد المذاق رائع للعصير. فكناخذ 3 المعالق يكونوا عامرين بزاف، مزيان بومبي. غادي نحتاجو ايضا الماء، فدائما الماء على حسب الكثافه او القوام ديال العصير. بغيتو ديروا بداو غير بنسيطرو، وفاش طحنوا نتوما كتحكموا في القوام، بغيتوه خفيف بغيتوه يبقى غير في داك السيطرو هكاك ديال الماء كيجي اكثر من رائع. فغادي ناخذ الخلاط الكهربائي، غادي ندير فيه داك الخيار، غادي نزيد عليه الليمون، من بعد غادي نزيد عليه ديك التفاحه، وغادي ناخذ الكوك 3 المعالق كبار ديال الكوك كما ذكرت معكم، يكون نوعيه ممتازه. ما كانش متوفر عندكم متوفر عندكم الطريفه يكون احسن وافضل، فانا متوفرش عندي فاستعنت غير بهذا وعطى مذاق العصير اكثر من رائع. غادي نضيف عليه الماء. هنا بالنسبه للناس اللي كيحليو بالسكر يحليو بالسكر، اللي كيحلي بالعسل يحلي بالعسل، واللي ما كيحلي لا بالعسل لا بالسكر فكيبقى الذوق ديالو كاي عصير كيحضروا ما يحليش. فهنا ضفت انا غير 2 معالق كبار ديال السكر سنيده، كانوا كافيين انهم يحليو ليا العصير ديالي. ما بغيتوش يجي يحلو اكثر من اللازم. طحنت الكل وحصلت على هذا العصير اللي فيه مزيج ديال النكهات اللي كيعطي في الاخير واحد النتيجه اكثر من رائعه. كنتمنى انها تعجبكم ان شاء الله وتجربوها، وإلا عجبتكم فكنتمنى انا الفيديو ديال اليوم تخليوا لي ليه تعليق وتخليوا لي لايك. كنشكركم جزيل الشكر. دمتم بخير، الى فيديو قادم ان شاء الله، الى اللقاء.